النهارده هقول لكم حكايه عن دكتور خان قسمه وباع ضميره عشان شويه فلوس وسلطه. واحد كان المفروض يعالج الناس قلبه مات وبقى يسرق منهم اعز ما يملك اعضاء. اعترف بكل حاجه وكل كلمه كانت زي طعنه في قلب الانسانيه. القصه اللي هحكيها لك مش هتقدر تبطل تفكر فيه. جهز المشروب بتاعك ويلا بينا نبدا الحكايه. انا محمد المصري وده برنامج بين الحق والناس. دكتور مصطفى اسمه كان معروف في منطقته، الناس كانت بتثق فيه وتحترمه، لكن الحقيقة مصطفى كان عايش حياة تانية في الضلمة، حياة بيبيع فيها أرواح البشر. البداية كانت لما مصطفى اتزنق في فلوس، عيادته كانت صغيرة، الشغل مش بيكفيه، وفي يوم جاله سامي مدير مستشفى خاص وقال له: ايه اللي مخليك يا دكتور تشتغل بالمرتب البسيط ده؟ تعال اشتغل معانا وهتكسب أرقام عمرك ما حلمت بيه. مصطفى سأله: ازاي؟ سامي رد عليه بمنتهى الصراحة وقال له: احنا شغالين في تجارة الأعضاء، ناس محتاجة وناس مش هتحس بحاجة. مصطفى قال له: بس ده حرام، أنا دكتور وشغل أعالج الناس. سامي ضحك وقال له: لا مش حرام، احنا بننقذ ناس ممكن تموت لو ما تنقلهاش الأعضاء دي. تعال جرب الشغل مرة وهتشوف حياتك بتتغير ازاي. مصطفى بيحكي بيقول: أول جريمة كان ضحيتها علي، شاب بسيط بيدور على فرصة شغل. سامي استدرجه ووعده ان هو يشغله في الخليج وقال له ان هو محتاج كشف طبي. كتب له كارت فيه عنوان المستشفى اللي المفروض يروح يعمل فيها الكشف، وقال له ان هم ما بيثقوش في اي مستشفى غير المستشفى دي. وبالفعل علي راح على المستشفى المكتوبه له في الكارت. مصطفى بيقول في اعترافه: علي كان واثق فيا، فاكر اني هساعده، لكن بعد ما دخل المستشفى وبعد ما علي اتخدر ومبقاش حاسس بحاجه شالوا منه كليته، ولما صحي قالوا له انه كان عنده ورم وان هم انقذوا حياته. بعد اول مره مصطفى قال لنفسه انه مش هيعملها تاني، لكن الفلوس اللي خدها كانت بتغريه اكتر واكتر، وكل شويه الشبكه بتجيب ضحيه جديده والشغل كان بيزيد والاعضاء اللي بتتسرق كانت اكتر، زي نرمين البنت الصغيره اللي خطفوها وهي راجعه من المدرسه. واتضح ان الشبكه دي شغاله في النشاط ده بقالها فتره وخاصه الاطفال. مصطفى بيحكي وبيقول: كنت بشوف الخوف في عيون الضحايا لكن ضميري كان مات خلاص. بيقول: كنت بحاول اقنع نفسي انهم مش هيحسوا بحاجه وانهم هيعيشوا حياتهم طبيعيه بعد العمليه، لكن الحقيقه انا كنت بسرق حياتهم، لان الضحايا اللي كانوا بيخرجوا من العمليات كانوا بيعيشوا بقيه حياتهم في معاناه، وفي بعض الحالات ما كانوش بيخرجوا اصلا. اللي فتح الشبكه دي كان احمد، شاب جامعي كان فاكر انه راح يعمل كشف طبي علشان يسافر. احمد حس بحاجه غلط، قدر يهرب قبل العمليه وبلغ الشرطه بكل حاجه. الشرطه دعمت المستشفى وقبضوا على مصطفى وهو في غرفه العمليات، وقبضوا على كل اللي موجودين في المستشفى وبيشاركوا في النوع ده من الجرائم. الشرطه لما دخلت كانت كل الادله موجوده، قوائم باسماء الضحايا وكشف باسماء الناس اللي محتاجين زراعه الاعضاء واكياس دم وادوات جراحيه. مصطفى انهار واعترف، وفي لحظه انهياره قال: طمع هو اللي خلاني اعمل كده، بس انا كنت ترس صغير في شبكه كبيره. واعترف باكتر من 50 جريمه كلهم خطف وسرقه اعضاء. وفي النهاية حابب أذكركم إن الوعي هو السلاح الحقيقي. ما تقبلش وعود مزيفة وما تثقش في حد بسهولة، ولو لقيت حد بيعرض عليك فرصة مش منطقية حاول تفكر للحظات علشان ما تبقاش الضحية اللي جاية لشبكات زي كده. وعيك ضروري لأن القانون مش لوحده اللي هيحميك. وفي النهاية لو الحلقة دي أثرت فيك شاركها، ممكن تكون سبب في إنقاذ غيرها. ولو عجبك المحتوى شاركنا برأيك في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد، لأننا في بين الحق والناس صوت لكل مظلوم.